لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يرضي مين ده يا جماعة؟ بجد يرضي مين ده؟ يعني أنا مش عارف الناس ديت بيجيلها نوم وبيجيلها قلب إزاي. بجد أقسم بالله ما أنا عارف. أنا كنت يعني بقول أبو زياد شاف بعض التعليقات، شاف حاجات معرفش إيه، ولكن اشوف انا بنفسي والله العظيم. يعني انا قلت يعني بدور اشوف ايه اللي بيحصل وايه اللي بيتم. بصوا يا جماعه، يعني عشان خاطر الكاميرا مقلوبه مكتوب ايه تحت اهو. دي القناه معرفش اسمها اهبل ولا اسمها ايه كده، منزله شورتس ومنزله فعلا على التيك توك زي ما ابو زياد قال. بيقول ايه، او القناه بتقول ايه؟ ادعوا لها بالرحمه، وحاطط صورة نيرة، نيرة حوارات، وهي ايه بيقول لك ايه؟ وفاة نيرة حوارات. طب لا اله الا الله. يعني بجد انا مشفق على الراجل، على ابو زياد. بجد اقسم بالله انا مشفق عليه من كمية الناس الفاضية. بتسمونا احنا ناس فاضية، واحنا قنوات فاضية، وما عندناش شغلانه، وما عندناش اي حاجه نقدمها، وما عندناش محتوى، وما عندناش معرفش ايه، وسايبين الهبد بعينه وبتقولوا لا ده احنا لبنان. يعني قنوات نساء مش وراها حاجه غير اللت والعجن، بتجيب اي كلام في اي كلام، وعامله نفسها ان هي يعني شغاله في المخابرات. وقنوات تانية اللي بتهبد ومسميه نفسها هب، بتقول لك يعني ادعوا لها بالرحمه ووفاه البنت. واحنا طول الوقت بنطلع ونتكلم ونقول البنت محتاجه الكل يكون معاها ورفع معنوياتها وتدعوا لها ربنا يشفيها، والناس كلها تقف معاها، وبنناشد حمدي وبنناشد محمود ومحمد والكل. يعني بدل الدكتور يروحوا ل10 و20 علشان خاطر حالة البنت. وعملنا حملة دعم نيرة، ولكن للأسف لما عملنا فيديو حملة دعم نيرة لقينا المشاهدات مش أحسن حاجة. ليه؟ لأن الناس داخلة عايزة بس المصيبة وتفرح فيها، بتدور على العناوين اللي فيها مشاكل، العناوين اللي فيها صدمات، العناوين اللي فيها أي حاجة بتجري عليها. ولما تسمع محتوى الفيديو تقولك ده أنت كذاب، ده انت عناوينك كلها كذب. ما انتوا عايزين مصايب وتفرحوا فيها، عايزين ملطمة وتلطموا معاهم. بتحبوا بجد اللي يعني يضحك عليكم، بتحبوا بجد المصايب، بتحبوا المشاكل، بتحبوا حاجات. انما لو نيرة قامت كده اللي كل الناس مشغولة على تعبها وخايفين عليها، لو كل الناس دلوقتي نيرة طلعت ومبسوطة فرحانة وبتعمل ليكوا فيديو بتعمل كيكة ولا تورتة ولا بتعمل اي حاجة، اقسم بالله ما حد هيشوفها، اقسم بالله ما حد هيشوفها. ولكن المصايب بنفرح جدا فيها جدا. واللي بيفول على البنت بالموت، واللي بيتكلم على الولد بان هو جاب مادة واتنين وسقط في معرفش ايه. انتوا ازاي بتحسبوها كده؟ انتوا ازاي فاهمين لعبة اليوتيوب كده؟ فاهمين الشغلانة بالشكل ده؟ ولما احنا ننزل وناخد مقتبس من افعالهم ولا صورة من افعالهم وبنحاول نرد بطريقتنا احنا الخاصة على الكلام ده، يقول لك لا انت ازاي؟ انت بتاخد شغلنا. شغل مين يا ام؟ شغل انتوا وشغل مين يا بتاع الهبد وبتاع معرفش ايه؟ شغل مين؟ شغل مين؟ هو الشغل اللي انا اقطع في الناس ولا انا اجيب اساس الناس، ولا الشغل اللي احنا نطلع نرد هيبة وغيبة الناس؟ الناس دايما بتقول لك ايه؟ غيبة ونميمة، غيبة ونميمة. انتوا عمركم ما سمعتوا فيديو للعبد لله وهو يعني انا طول عمري بقول لو في مشاكل مع حد ربنا يهديهم،
ربنا يصلح ما بينهم. الدنيا مش مستاهله، ربنا لو كانت البنت ربنا يعيش فيها، لو حد متوفي ربنا يرحمه. عمرنا طلعنا وقطعنا في فروة حد، عمرنا قلنا من حد، عمرنا عملنا اي شيء ما يرضيش ربنا. اكيد حبايبنا واخواتنا واللي متابعينا من زمان هيقولوا لا ما حصلش. انما شويه الزباله اللي هم بيدخلوا يكتبوا تعليقات انت ما اعرفش ايه وانت راجل فاضي، دولي ما عندي انا صندوق زباله، وريحه الصندوق الزباله ده وحشه قوي، يليق بيهم هم ينحطوا فيه كده، بروح انا اعمل لهم شايلهم كده بالراحه ورميهم في سله الزباله دي، لان هم يستاهلوه، لان دول ما تربوش. انما الناس المحترمه على عيني وعلى راسي، ودايما فخور بيهم. الاضاءه لو سمحت، ودايما فخور بيهم. الناس تدخل تقول لك يا عم ده انت ما اعرفش بتحمر بطاطس، انت بتصور وما اعرفش المروحه. يا جماعه اللي عايز يسمع، انا بعلي صوتي اهو، اللي عايز يسمع عايز يعرف ان العبد لله ده بيتكلم كلام ازاي هيسمعني وهيهتم ان هو يسمع. انما اللي داخل يقلش، انت اصلا ظروفك كده، انت انسان مريض او انسانه مريضه. فانا بقول للناس دي اوعى تفكروا نفسكم ان انتوا اصلا شيء. وابو زياد انا بشفق عليه وبقول له انت والله ما تعمل منهم شيء، لان هم ولا شيء. كونك ان انت تضيع من وقتك 10 15 دقيقه تتكلم على فلانه ولا علانه، والله العظيم ما تستاهلوا. محدش يستاهل. كونك ان انت الانسان اللي يفول على اولاد الناس ويتكلم عليهم بشكله، وبنت لسه صغيره ورحمه الله عليها، ليه؟ انتظروا بقى فيديو ان شاء الله بقى عن حمد ووفاء هم نزلوا لمصر ولا لا. كلام في غايه الاهميه وفي غايه التشويق. هنتكلم في فيديو سواء نزل على قناه هنا خفايا الكابيتانو او نزل على قناه ترند الكابيتانو، الاتنين واحد. وان شاء الله ربنا يا رب يرد لنا قناه احمد الكابيتانو كده والربح يرجع ليها تاني، او الدنيا تمشي معانا. واحنا قناه احمد الكابيتانو بنطلع عليها محتوى خاص، والناس عارفه كده، تقول لك ايه روح شوف لك محتوى ولا شوف لك شغلانه. والله ضحكتوني وانا ماليش نفسي اضحك والله بجد يعني. ف ربنا يشفيك يا نيرة، وربنا ما يدخل عليهم اي حاجه وحشه ولا حزن ولا اسى ولا اي حاجه من دي خالص. وربنا ينجح يوسف، وربنا يوفقهم جميعا، وربنا يخلي لهم ابوهم، وربنا يهديهم لبعض، والدنيا تمشي وتبقى زي الفل. الناس عايزه ايه غير ان كل بيت يكون ماشي في رضا وسماح وسكينه، والدنيا تبقى زي الفل. غير كده على الدنيا السلام، على الدنيا السلام بجد. بحبكم في الله للناس المحترمه، والله كل الناس حتى اللي مش محترم انا بحب كل الناس، لان احنا ولاد ناس. اشوفكم ان شاء الله في الفيديو اللي انا بقول لكم عليه ده. انتظروا مفاجاه وكلام، وانتظروا بقى على قناه احمد الكابيتانو حته فيديو كده في اللذيذ منه. ان شاء الله يعجبكم جدا 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 جدا. انتظرونا، فيديوهات هتنزل لكم النهارده، يا رب تعجبكم. اشوفكم على خير، مع الف 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 مليون سلام. سلام عليكم.